فكرت أقارن بين عيد أهل اليمن والعالم، لقيت ما يقهر قلوب العالم المحتالة. هذا الوصل العيد يتأمل وذا يتألم وتكبر أوجاعه إذا فكر بسوء الحالة. هذاك نايم جنب دولابه وهذا يحلم بشطر خبزه لجل تلبسها بدون أطفاله. هذاك عن لقي الضيوف الوافدة يتعلم، لكن هذا يرتعب لو شاف ضيفه جاله مشبخ، لكن باب فقره ما قدر يتكلم، ولا بروحه يكرم الضيفان قبل أمواله. هذاك يتغنى فرح بس اليماني بلم، والوضع في آنستنا يا عيد حط كفاله. من حقنا نسلى وفي يوم اللقاء نتسالم، من حقنا نفرح ويلقى طفلنا لا ماله، من حقنا نلقى لزايرنا وبه نتلملم، نفرش زبيب العيد بالأبواب قبل قباله، وابني يلاقي لابن جيراني وما يتظلم، واعمل لهم صورة على الواتساب عبر الحالة، ويوم جاري ينظر صورة يقول لي تسلم، وينسخ الحالة ويعملها على جواله. تاريخنا من نور والحاضر تمايل واظلم، الكون يتطور واحنا اليوم صرنا عاله، الحرب ذلتنا وبالتاريخ دكت معلم، وعرش بلقي سندفن يوم انفجر تمثاله، وسيف تبع من مشاكلنا انكسر واتثلم، ومات والفرسان ما باقي بهم خياله. يتأقلم العالم وعالمنا عجز يتأقلم، كنا البشر من بس ابن اليمن من خاله، كنا البشر من بس ابن اليمن من خاله.